السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعه، النهارده هنتكلم عن موضوع فيه ديبيت، يعني فيه تناقض كتير والناس كتير بتتكلم عليه، مع انه موضوع مش محتاج، بس الناس بتتكلم عليه كتير. هو موضوع هل الفطار مهم ولا مش مهم؟ الناس كتير مهما تقول لهم وتفهمهم الكلام ده مفيش. طيب هل لو انا اخرت الفطار او ما فطرتش ده ليه اضرار؟ تعالوا نشوف. طيب اول حاجه، الفطار بالانجليزي يعني بريكفاست. طيب بريكفاست اللي هي بريك فاست، كلمتين يعني. بريك اللي هو كسر، وفاست الصيام بتاع بالليل، فبتكسر الصيام بتاع بالليل. طيب الكلام ده مهم جدا بالنسبه لنا، ان احنا بندي طاقه والصبح كده بناكل، فبيبقى الدم فيه غذاء واصل للمخ، فنفوق نبقى كويسين. الكلام ده كله الثلاث وجبات مع السناكس اللي موجوده، الدنيا بتبقى تمام. طيب لقوا كمان ان الناس اللي بتفطر او بتاكل كل يوم لمده 7 ايام، بتاكل الصبح كل يوم لمده ال7 ايام، بيبقى الموضوع معاهم احسن وبيوفر لهم طاقه اكتر. طب في دليل على كده؟ في دليل على كده، ان الناس اللي بتاكل كده زي ما قلنا كده 7 مرات كل يوم، تاكل 7 مرات الصبح، بيبقى عندهم فرصة أكتر إن هم يهربوا من الأمراض اللي هقولها دي. طيب زي أمراض القلب، الضغط العالي، أمراض السكر، طبعا الناس اللي بيجي لها جلطات مخ أو نزيف مخ، الناس اللي عندها سمنة، اللي عندها سمنة في البطن، اللي عندهم موت مفاجئ من الأمراض القلب، كوليسترول عالي، الكلام ده كله. كل دول بيبقى الناس اللي بتفطر بيبقى عندهم يعني فرصة أقل إنه يحصل الكلام ده، بيقدروا يهربوا من الموضوع ده بنسبة كبيرة طبعا، إلا ما رحم ربي. كمان الناس اللي ما بتفطرش بيبقى عندهم نقص في حاجات معينة، زي الفوليت، زي الكالسيوم، زي الحديد، زي فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين سي، فيتامين ب 1 و2 و3، بيبقى عندهم نقص في الكلام ده. طيب هو أنا إيه اللي يخليني أصلا ما أفطرش وأفقد الحاجات دي كلها؟ والحاجات دي كلها مهمة للجسم، باخدها، ممكن مكملات باخدها في حاجات تانية في الأكل، بس طبعا لما أخدها الطبيعي بتاعي يبقى احسن وكويس جدا، من غير مكملات، من غير كيماويات. وفي نفس الوقت كمان ان انا ببتدي اليوم بطاقه. انا صايم 8 ساعات مثلا على الاقل، او صايم يعني مثلا لو قلنا ان احنا بننام الساعه 12 نصحى الساعه 8، بننام الساعه 2 نصحى الساعه 10، انا صايم 8 ساعات. طب لما استغل ال8 ساعات دول في ان انا اكل كويس، او ما يبقاش عندي مشكله في ان انا اخد سعرات حراريه الصبح وطاقه الصبح. طب هو احسن اكلات ايه ممكن افطر بيها؟ طبعا احسن اكلات ممكن افطر بيها طبعا الزبادي، الشوفان، الزبادي اليوناني طبعا، التوت، الافوكادو، بذور الشيا، الجبنه البيضاء، البقوليات. طبعا الحاجات دي مفيده جدا للجسم، وبتوفر حاجات كتير قوي مهمه الجسم محتاجها. طيب عشان نحافظ على جسمنا كويس يا جماعه، لازم نفطر كويس، نتغدى كويس، نتعشى كويس، ونظبط مواعيد الاكل بتاعنا، نلعب رياضه على الاقل 150 دقيقه تمرينات على مدى الاسبوع، ننام كويس، نبعد عن السكر والاكلات اللي فيها دهون ومشبعه، طبعا نلعب، ننام كويس، نقلل الضغط العصبي، الناس اللي بتدخن تقلل التدخين، الناس اللي بتشرب حاجات معينه كتير زي المشروبات الغامقه او الكافينيتد يعني اللي فيها كافيين تقللها. بس انتوا بقى احكموا اذا كان الفطار مهم ولا مش مهم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.